أهلا ومرحبا أستاذ أنيس بن ميم. اهلا وسهلا بك خالد، ومبروك البرنامج الجديد، وان شاء الله ينال الرضا والاتنسيون تاع المشاهدين. يعطيك الصحة أنيس، أكيد مشاكل كرة القدم التونسية يبدو لي ماهيش بشطوفة، ومشاكل الإثارات والاحترازات كثرت في كرتنا منذ سنوات في كل موسم في كل مباراة. هالمشاكل موجودة، وبالأخص نحكي على مباراة النادي الإفريقي والنادي البنزرتي. شنو هو اللي صاير في هالمباراة؟ وشنو هو بخصوص الحرزي عنده تروازيام كملها في طرح بيجا ما كملهاش على ذمة الكلوب في طرح بيجا مش على ذمة الكلوب؟ أنت أدرى بالأمور هذه. هو الحقيقه شوف، راهو باش نصوروش الصوره وكانها كارثيه. معناتها تعرف انت، شوف عدد المقابلات في الموسم كامل قد تشكل فما من حاله اثاره او احتراز او اعتراض او احتجاج، تسميها ما كيما تحب. اهم. معناتها ما تمثلش كان 1 او 2% من مجموع المقابلات اللي تصير عليها، لكن لو فات انه ثم مساس بالنتيجه الرياضيه هو اللي يخلي الناس تتكلم وتصوروا كانه المساله هذه مساله دارجه تقريبا تصير في كل المقابلات وعلى كل النتائج الرياضيه. الاسباب علاش ديما نفس نقولوا انه القوانين نتاعنا ديما فيها ثغرات قانونيه، باعتبار انه شاك فوا ننقحوا القانون عمرنا ما نقحنا قانون بصيغه شموليه، ديما ننقحوا فيه فصل بفصل. وقت تصلح فصل تنجم تنسى فصل، وقت تصلح باراجراف تنجم تنسى باراجراف في فصل اخر، والناس تلعب على الثغرات هذه باش ممكن ثم ساعات اوقات يكون عندك الحق، اوقات تكون فرقعات اعلاميه إمم. وفيسبوكيه او جماهيريه باش يظهر يخفف الضغط عليك، وراهو لقينا حاله من حالات الاعتراض باش يلاتي لاتونسيون على الضغط اللي مسلط عليه كجمعيه بسبب النتائج الرياضيه نتاعو ولا الوضع العام اللي موجوده فيه سواء الهيئه او الجمعيه. حكيت على الثغرات القانونية، والأكيد القانون يأثّوا فيه أساتذة نتاع القانون. مش بالضروره، مش شنو معناها بالضروره. نحطّوا لا مش مهندس بالضرورة. يعمل لا مش بالضرورة. قانون مثلًا التنقيحات اتحاد تونسي القانونية اللي لكرة قاعدة القدم؟ تصير مش بالضرورة يشرف عليه كل من رجال القانون أو كل محامين أو كل من لجان قانونية. بارفوا خاطر قبل كانت الجامعة تعد القوانين وتعرضها على النوادي للمصادقة. بارفوا ثم كتاب عامين شفروني، مش ما نحكيوش كان على المحامين بركة، ثم محامين حاضرين ساعات يتدخلوا ساعات يوضحوا نصوص غامضة أو نصوص فيها لبس أو فيها تعارض مع نصوص أخرى وتتصلح في الجلسة. منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات صارت الجامعة هي اللي تعد المشاريع والتنقيحات وتقدمها وتطبقها على النوادي بدون الرجوع على النوادي. دونك بالضرورة مش بالضرورة الثغرات هذه الواحد لانه قاعد نصلحوا، مش قاعد نصلحوا في نص كامل من اول فصل لاخر فصل، قاعدين نحاولوا نزربوا، قاعدين في قوانين جزء معينة. مع فصول معينه، فصل طرح اشكال في موسم رياضي سابق نقحوه في الموسم الرياضي الذي يليه. ما تراش لكن سياسة الترقيع هذه الموجودة هي اللي أثّرت نوعًا ما على السير العادي نتاع البطولة في كل الرياضات؟ هي بطبيعة الحال هما لو مش في الرابطة المحترفة، مش الوضع مش كبير برشا معناتها مش متفاقم، لكن في الأقسام الأخرى متفاقم أكثر. قلنا نحن وعرضنا واقترحنا إنه الأمور تصير معناتها تصير انفورماتيزيه، معناتها ما عادش نحكيو على واحد عنده تروازيام وما عندوش وحسب وغلط. اليوم الكاف بار اكزومبل وقت تلعب مقابله تعطيك ليست تاع لي جوار كاليفي وتقول لك راهو هذا ماهوش كاليفي، وتلقاه في الفايدو ماتش مفسخ عليه بالاكحل، وتلقاه في السيستم ما يدخلش وقت تجي تتعمر الفايدو ماتش. الاشكال اليوم اللي البلاتفورم هذه موجوده راهو في الجامعه التونسيه لكره علاش القدم. مش مفعلة؟ هذه لازم تسال اهل النظر، لانه خاطر اليوم نحكيو على فايدو ماتش الكترونيك، السيستم الداتابيز موجود ومحطوط فيه لي زافيرتيسمون وغير المحاضر المصبوبه، لكن من بعد تفعيلها وتمكين من نوادي منها والاكسي لها هو اللي يحتاج يظهر لي اكثر عمل في الفتره هذه وفي الفتره الجايه. هزّيتني لباب آخر اللي هو نجم يكون باب فساد رياضي، باب مشاكل رياضية أخرى. اليوم تعرف أنت نهاية الموسم سواء كان الفوق ولا اللوتا الكل تو مش ولي يتلوج على الثغرات، ونعرفوا فما ناس مختصة في إخراج أو تسريب المعلومات بمقابل، وهذا موجود ما ينكره حتى واحد. اليوم كيفاش اليوم نخليو الجامعة متاعنا هكا، ونخليو الكرة متاعنا هكا، ونخليو رجال القانون هكا، ونحن قاعدين نكوروا بالكواليس؟ والله شوف، هو الحقيقة موجود المشكل، لكن المشكل نجم تحد منه بطريقتين. أولا النوادي تستحفظ هي على رواحها، لأنه هي المسؤولة على تعديل العقوبات، مراقبة الحالات التأديبية التي تخصها كفريق أو تخص لاعبيها أو مسؤوليها بطبيعة الحال. والجامعة كيف تنجم تقص الفينومين هذا، انه كما قلنا ترد كل شيء انفورماتيزي، بالتالي ما عادش ثم اكسي. لانه هو الحقيقه راهو اي نادي محترم ومحترف شويه إمم. عنده راهو المعلومات الكل، ما ثماش معلومه غايبه عليه راهو. لكن عدم الكفاءه او ماهوش الناس المحطوطه اللي تشتغل في الكتابه العامه ناس شوفروني. نعطيك كان بون ممكن سكوب، ما تقريبا اغلبيه الكتاب العامين ما يخدموش كتاب العام. هو شفت. محطوط كاتب عام
كصفه كمنصب باش ينجم يتكلم في التلفزه، باش ينجم يلبس باتش، باش ينجم يمشي للتيران. لكن العمل اللي يقوم به الكاتب الاداري القار اللي يشتغل تقريبا وتكون عنده سنوات من العمل، هو جوست موجود ككاتب عام. وتقريبا اكد لك ان ثم برشا كاتب عامين لا يمشي للاداره ولا يمشي للكتاب العام ولا عنده فكره على حتى شيء. هذا هو الجاهل بالقانون داخل الجمعيه اكيد مش ياثر على السير العادي نتاع البطوله، لانه اليوم تحكي لي على الاحتراف وعلى الروح الرياضيه. اليوم نعرفوا الكل في الساحه الرياضيه فما بعض المسؤولين داخل الجمعيه بيته يبيع الجمعيه نتاعو باش يطيح الاخرى ويمنع الاخرى، وهذا موجود. شوف هو هنا كما قلت لك اللي يبيع راه يبيع في روحه في الاخر. ما ثماش واحد يحب جمعيه يبيع جمعيته مهما كانت الغايه. تقول لي انا جمعيتي ثم شرف الجمعيه، خاطر الجمعيه راهو اللي تخسر ماتش معناتها بالريزيرف ولا بسبب خطا رياضي راهو يقعد بالنسبه لنا عار يتبع فيه عمره الكل. ما تنجم ما تربحش. نسمع كما كان تخسر عندي انا يعتبر عار، لانه اي كاتب عام يحترم نفسه ويحترم شغله ويحترم منصبه ويحترم حب جمعيته ويحترم جماهيره. لازم يكون فايق ليل ونهار وصباح وليل وقايله وما يرقدش. انا بالنسبه لي ما يرقدش. تنفي لي هذا موجود انت؟ لا انا قلنا ما يقولش مش موجود، لكن اذا كان كان ما يخممش انه هو شرف ومهنيه واخلاقيات ما يستاهلش المنصب اللي ما يستاهلش المنصب اللي هو فيه. ومراو في الاخر العار اطول من العمار. معناتها هو اليوم يعملها ايه، لكن الناس ما تنسالوش. والكره عالم صغير وما يتنساش، والذاكره فيه مش قصيره في كيما معناتها حاجات اخرين. معناتها اما في الكره معناتها يجبد تصريح، يتجبد لاعبين جاي ينقل من جمعيه لجمعيه يجبدوا له. فشفنا مدربين يتعين في جمعيه ويتنحى في بعد ساعه على خاطر ستاتيو يكتبوا ولا كومونكتير كتبوا في لحظه طيش. بالنسبه لي لانه ثم ناس مفروغ عليها البروفيشناليزم. انت تخدم في عالم الرياضه معناتها لازم تكون تحس على روحك، مش كل شيء تجب تتصرف فيه، تصرف كشخص عادي. عالم الكوره راهو عالم ينفذ البعض ماهوش مسكر. ما تكتبش انا وقت نعمل كومنتير بيني وبينك في بوبليكاسيون اليوم ما عندهاش قيمه، لكن الناس تخبي وغدوه يخرجوها لك ليا ولا ليك سا ديبون من هالشيفوا. سا ديبون هو حاجتهم بها في اسونس معين باش تظهر وقتاش يبتزك معناها بالضبط التايمينج الصحيح. بالضبط. الناس الكل تعرف الانيس معناها يحب الملعب التونسي، ما يحب كان الملعب التونسي. اي يحب كان الملعب التونسي. لا مهم كي يقول لك ما يحب كان الملعب التونسي، لانه اوقات برفوا يمكن اشتغلت مع بعض النوادي ولا حاجه يتصور لي انا عندي ولاء او ميل او غيره. انا ما عندي ميل كان للاحمر والاخضر، وقلتها ونزيد نقولها بعد الاحمر والاخضر عندي اعمى الوان من راك كان احمر واخضر. واضح. انيس، في موسم سقوط الملعب التونسي هل تلعبت اللعبه الملعب التونسي باش يتيح؟ شوف كرويا وي، على خاطر النتائج الرياضيه اللي صارت في اخر جوله تقول انه المباراه ما كانتش عاديه. وتسمع 4-4 وتسمع نوادي خسرت في بلادها ونوادي خسرت زوز وثلاثه مقابلات في الوقت تقريبا في مواسم ومواسم ما خسرتش مقابلات ورا بعضها. النتائج الرياضيه الكل تعدي لبعضها. دونك تقريبا كانت النتيجه انه الملعب التونسي يسقط. وهذا معناتها الحقيقه بفعل فعل انيس مش منطق فعلي فعل الحقيقه باش ما نحمل في الاخر المسؤوليه لروحنا. بعدين احنا الملعب التونسي كان تنقص نقطه في الاخر. لو كان جاب نقطه رياضيا روحه وراه ما يستحقش حتى حد وما ينتظرش حتى نتيجه. معناتها اي نتيجه تكون في الجوله الاخيره باش تكون في صالحه. دونك معناتها لازمك ساعه تكون موضوعي تتلوم على روحك قبل. لانه انا ديما نقول انا بالنسبه لي الملعب التونسي سبب تيح هو مباراه سليمان في الجوله السادسه. قول لي شنو دخل ماتش سليمان؟ لانه انت كنت رابح للطريقه 90. لو ربحت الماتش هذاك وكملت ماتشوك رابح بطبيعه الحال باش يكون عندك 3 بوان وانت في الاخر نقصتك نقطه برك. يعني تتهم المسؤولين تاع الملعب التونسي وتتهم اللاعبين انه ما قاموش بالواجب نتاعهم بطبيعه الحال. لاعبين واللي طرفين لو تخسر 4 و5 و6 ماتشات ورا بعضهم ما يلزمش مش رئيس الجمعيه يحبهم يخسروا. علاش قلت لك هكا؟ لانه في ذهن جمهور البقلاوي الكبير انه الملعب التونسي بفعل تحت الدرجه الثانيه. شوف جمهور ما نجم حتى واحد تفكير الجمهور اليوم فما انسان استاذ قانون رياضي ولد الكره يعرف كل الكواليس، ماذا بيهم خطاب صريح يقول لهم راهو الملعب التونسي ولادها طيحوها ما طيحوهاش جمعيات اخرين. شوف هذا وهذا الحقيقه مش من صحيح هربت لا 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 قلت لك اولا لوم على روحي انا قبل معناتها نحكي على روحي رياضيا. اللي يحب ما يحبش يطيح او يحب هيز تيتر لازم الساعه يربح هو ماتشواته قبل ما ينتظرش هدايا من الاخرين. لكن وقت تلقى 3-4 مقابلات بالنسبه لي انا يعتبروا تروكي كسبورتيفون تروكي. تعطيني شنو المباريات؟ نذكر هما مباراه وفات 4-4 جو كروا النجم الساحلي والاولمبي البيجي. مباراه الترجي والمتلوي فاز على الترجي 2-1. ظهر لي النادي البنزرتي فما مقابله في الاخير لعبها حقيقه مانيش مستحضر. يعني نفهم من كلامك انه تتهم الترجي النجم الساحلي والنادي البنزرتي كل وقت المقابله توفى 4-4 وفريق يكون فايز وبعد يرجع ليه معناتها ما تنجمش تكون مقابله رياضيه منتهيات رياضيه. مش نحن ما نلعبوش في البطوله الانجليزيه باش توفى 5-6 ونلعبوا كوره.
معناتها لازم يكون واحد عايش مع واقعه ويعرف واقعه بالكدا. طيحوكم انيس. كرويا لازم نعتبره طيحونا، لانه ما تلعبتش المباريات كلها رياضيا صحيحه. لو كان كل واحد لعب ماتشوه وكذا تربح تخسر، هذيك كل واحد ما تنجمش تنحي استحقاق حتى حد. لكن مباريات ما تحس الناس تعاون في بعضها ولا الناس متساهله مع بعضها. في الفتره هذيك لو كنت تحب توجه رساله او تلوم مسؤول بعينه وتسميه وتكون عندك الجرأه اللي هو ساهم تراه انت في اسقاط الملعب التونسي للدرجه الثانيه، شكون؟ لا ما نجمش نلوم مسؤول على خاطر اللاعبين هم اللي تسببوا في لا مسؤول، نحكي في مكتب جامعي، نحكي رئيس لا جمعيه. الحقيقه ما نجمش. رئيس جمعيه لو منافسه انا للملعب التونسي. تعرف لي انا لو كان نعرف حد معين نسميه ما عنديش مشكله، وعندي عليه معناتها بروفه صحيحه نسميه ما نحشمش منه. معناتها ما عنديش علاش بدل ممثل الملعب التونسي بالنسبه لي ما عندي بعد الملعب التونسي ما يكبر حتى حد في عيني. لكن الحقيقه ما تنجمش تشد واحد واحد الحقيقه. لكن معناتها كما قلت لك المباريات اللي تلعبت وطريقه اللعب نتاعها وكيفاش داروا المقابلات، كان احنا برك لعبنا الكره للكره، الاخرين لعبوا الكره لحاجه اخرى. هل تعتبر صادق سالمي ظلمكم في الطرح هذاك ضد النادي الافريقي؟ الحقيقه ظلم كبير، الحقيقه ظلم كبير. ونقول انا صادق سالمي صديقي، لكن نعتبر روحي بعد المباراه خسر صديقتي وخسرت صديقته. ما عادش عندك حتى علاقه به؟ ممكن علاقات معناتها محدوده في مناسباتي، ساعات معناتها يكلمني او نكلمه معناتها نعيدوا لبعضنا. لكن الحقيقه في الماتش هذاك بالنسبه لي انا صار كل شيء باش الملعب التونسي ما يربحش. ظلمكم بفعل فاعل ولا ظلمكم عن خطا تقديري؟ ما نجمش نعرف انا هو عنده توصيات. لا عنده توصيات باش يخسر استاد، ولا هو خسر استاد، ولا هو تصرف باش عطاه البيلانتي هذيك، انا ما عنديش فكره. انا المعلومه اللي عندي تقول انه فما شكون وقت مسؤول جامعي فاعل في المكتب الجامعي انه وعد انيس في الميم قال له اسكت ما تتكلمش وتنعملوا براج البقلاوه وترجع للدرجه الاولى. لا الحقيقه مش موجوده الحكايه. وانا تكلمت وقت تكلمت ما سكتش. وما نسكتش على حق الملعب التونسي وما يهمني في حتى حد الحقيقه، ويعرفوها الناس الكل فيه. معناتها تكلمت في 2016 وقت اللي المباراه اللي عاقبوا فيها معناتها لاعبين الملعب التونسي، وكنت مش في فاصل الجامعه بركه، حتى الاعلام اللي حسسنا اللي الكره التونسيه كانت معناتها الجنه الخالده وجا الملعب التونسي فسدها. معناتها التناول معناتها التناول الشرس ضد لاعبين الملعب التونسي وضد ماتش الملعب التونسي والمرسى حسسني وكانه معناتها الكره فسدتها كان استاد. وقتها انا اعلنت موقفي العدائي تجاه الجميع. كمان في المباراه هذيك حبيتوا تاخذوا المباراه بطريقه غير شرعيه كفريق ملعب تونسي. والله كان طريقه غير شرعيه ربحنا، ما نحن ما ربحناش الماتش، فيها 1-1 الماتش. اما المرسى كبشت فيكم. ما كبشتش المرسى حتى بونتو اللي ماركاتو بونتو كان كونتر مجرى اللعب، ما كانت وسطات كانت رابحه واحد شيء. ممكن انا نعتبر فنيا حقنا خذينا الماتش اخر خاطر انا كنت نتفرج في الماتش اللاعبين يحبوا يجربوا باش يركبوا الهدف الثاني واللي ما عنده حتى قيمه رياضيه. معناتها كنا نجم واحد شيء نستحفظ على المباراه وتوفى المباراه تريح. هل حاولتوا وانت قريب الملعب التونسي في الفتره هذيك انكم تاخذوا المباراه بطريقه غير شرعيه؟ انا ما نعرفش، انا ما عملتش، غيري الله اعلم، ما نجمش نقول لك. ما سمعتش؟ لا شوف الحقيقه الملعب التونسي ماهوش في عاداته. نعول على الصراحه نتاعك لانه صحيح في طي التاريخ. الملعب التونسي في عاداته ما ياخذش مباريات وما يعرفش ياخذ مباريات، يعرف يجيب كان طراح بدراعه. والدليل كان جاي ياخذ ما طاحش. الملعب التونسي اول مره في حياته يتيح في الموسم هذاك في حياته، في تقريبا 60 سنه ولا قداش عمره ما طاح الملعب التونسي. دونك اللي يحب يحافظ التاريخ هذا الكل يستعمل الوسائل الكل. نحن كنا نلعب وجبنا الاطراح نتاعنا الكل، ربحناهم كوره ما ربحناهمش بحتى شيء اخر. واللي عنده نهار حاجه علينا يقول. واضح انيس. نرجع لك الريزيرف نتاع النادي البنزرتي على حساب النادي الافريقي واتهامات كبرى وجهت للاستاذ انيس بن ميم. اول حاجه عملت تدوينه فيسبوكيه وقلت انه الريزيرف ما هو مش يؤدي لحد شيء ومشاركه الحرزي سليمه وثلاث نقاط النادي الافريقي سليمه، وكانه جمهور السيابي هنا حس من خلال التدوينه نتاعك انك متحامل على النادي الرياضي البنزرتي، وزيد ربطها بما انك انت المحامي الشخصي للاعب الحرزي المنتقل حديث النادي الافريقي. اولا حاجه ساعه الجمهور السيابي بالذات يعرف علاقتي به وبالسيابي بالكدا ومش من توا، من سنوات فاتت. وجمهور السيابي يعرف انيس بن ميم شنو اللي عمل السنه الفارطه باش السيابي ينجم يلعب في البطوله هذه. معناتها هذول مش محتاج انا نبرر او نفسر علاقتي بجمهور السيابي وعلاقتي ببنزرت. واحده بواحده. لا علاقتي بالسيابي وبنزرت. انا كي تكلمت لا اعطيت رايي الفايت الافريقي ولا اعطيت رايي ضد النادي البنزرتي. اعطيت رايي قانوني في مساله قانونيه تقريبا نقول بكل تواضع عندي من المعلومات اللي يخليني نجم نعطي فيها او ما بين ظفرين نفتي فيها.
على خاطر المعلومات اللي عندنا قانونيا. أنا اليوم من ثم حاجات اخرى كنت نجم نقولها لو كنت انا متحامل كيف ما ممكن الناس تصور، ونحب نعطي موقفي اللي فات النادي الافريقي. عندي برشا حاجات دي زارغيومون جوريديك كنت نجم نقولهم. تفضل قولهم لنا. لا مش ما نحتاج، خاطر كي نكون منولي انا ما عطيت موقف فريق على فريق وانا مش دوريا، انا فسرت مساله قانونيه وانتهت المساله بالنسبه لنا، انتهت تفسير غاديك. اني انا محامي الحرزي. قبل ما نمشي لك محامي هاي. الحرس، هل انه 3 نقاط نتاع النادي الافريقي صحيحه ومشاركه الحرزي سليمه 100%؟ انا نعتبر مشاركته مشاركه شرعيه، وبالتالي نتصور تمشي في اتجاه اقرار نتيجه المقابله. 3 نقاط النادي الافريقي ما فيش حتى اشكال. نتيجه المقابله بالنسبه لي. هل يعقل او هل يجوز نحكيو اخلاقيا وهذوكم الكل، كيفاش انت معناها الحاكم والقاضي نتاع كل شيء، انت المحامي نتاع اللاعب وانت اللي تصرح وتدون وتقول 3 نقاط سليمه ومشاركه اللاعب سليمه، ما أولاً- حطيت روحك في محل مش ولا بد؟ لا اولا ساعه النزاع ما بين النادي الافريقي والنادي البنزرتي، مش بين النادي البنزرتي وهيما الحرزي، ولا بين الحرزي والنادي البنزرتي. وبالتالي وضع اللاعب، اسم اللاعب، مشاركه اللاعب هي محل جدل، مش اللاعب نفسه. لو كان نقول محامي الحرزي مش محامي النادي الافريقي ومانيش محامي النادي البنزرتي، وما عنديش وما يهمنيش لا تربح الافريقي ولا تربح بنزرت. ما انت قلتها لك ونعاود نقولها، ما تهمني كلمه الملعب التونسي. تربح بنزرت ما يغير عندي حد شيء، تربح الافريقي ما عندي غير حد شيء، لكن اعطيت موقفي قانوني مستمد من وقائع ومن نصوص قانونيه قلتها ومقتنع بها ومانيش باش نغير رايي على خاطرها. أنيس، بعد ما كتبت تدوينة، بعض الجماهير نتاع النادي الرياضي البرزرتي قالوا أنيس بن ميمة وبعض الأساتذة الآخرين نتاع القانون الرياضي يستميلوا في الجمعيات الكبرى ومنهم النادي الأفريقي، وكأنكم تقرقوا وتحبوا تخدموا مع النادي الأفريقي. نخدموا معاه ولا ضد؟ تخدموا معاه لأن تستميلوا. وشنو مصلحتنا باش نخدم مع النادي الأفريقي؟ الافريقي؟ جمعية معناها فيها معلش لاعبية. وهي ناقصه النادي الافريقي محامين حتى نحن نزيدوا ندخلوا هذا ما يقال أنيس، تتقربوا للجمعيات الكبرى. انا كانك علي انا من با جمعتين التالي عملت 4 عقل على النادي الافريقي، وزلنا كي عملنا فيهم صلح ورفعت العقل. دونك نخدم ضد النادي الافريقي وما يساعدنيش اصلا باش نخدم مع النادي الافريقي، لانه عندها محاميها وعندها ناس اللي تخدم معاه، وانا ما تستهوينيش خدمه الجمعيات. ما خدمش مع جمعيات في الخارج، خدمت جمعيات في تونس. تستهويك الخدمة مع الجامعات الرياضية؟ نون بلو. لانه انيس بن ميم في فتره ما كان محسوب على الجامعه التونسيه لكره القدم مع السيد وديع الجرير ربي يفرج عليه. اعطيني قضيه واحده نبت فيها الجامعه التونسيه لكره القدم، ولا نبت السيد وديع الجري الله يفرج عليه. كان صديقي كان اصحابي اما عمري لا خدمت ولا استنفعت ولا عندي حتى اصلا علاقه عضويه ولا مهنيه بالجامعه التونسيه لكره القدم. بالعكس عندي جامعات اخرى نبتها في قضايا، ما عمري ما نبت الجامعه التونسيه لكره القدم. ولكن ما يشاع وما يقال في كواليس الاعلام الرياضي انه كنت المحامي المدلل لعائله الجري. صديق مش محامي، ما نبتوش في حتى قضيه، حتى في قضايا شخصيه ما نبتوش. وهذا بالواقع مش بالكلام. يقولوا شو يقول، انا فرق بين صديقتي وبين العمل نتاعي. انا نقول صديقي ديما كان ديما صديقي. ومعناتها وما عنديش علاش باش نقول لا مش صحيح. اما خدمه عمل نيابه قضايا تفضل، كان عند حد اللي انا نبت نهار الجامعه ولا نبت السيد وديع الجري في قضايا شخصيه ولا تخص الجامعه، تفضل مرحبا موجود، ما عنديش ما نخبي. هل ساهمت بجزء ما في انه منظومه وديع الجري تسيطر على دواليب الكره في تونس؟ لا، خاطر كان جيت ساهمت نجاوبك بزود ما تيحش استاد مرتين في عهد وديع الجري. هذا واحد. وما يتنحاوش الملاعبيه اللي انا كنت محامي نتاعهم من الفريق القومي، سواء منكم ماشيين كاس العالم ولا ماشيين كاس افريقيا، وبلا سامي تسمي لك تحب. اليوم ملاعبيه سميلي. تنحى حمدي النقاز وانا المحامي نتاعو، تنحى سيف الجزيري وانا المحامي نتاعو، تنحى فخر الدين بن يوسف وانا المحامي نتاعو. تنحى فنيا ولا بفعل فاعل؟ لا تنحى ما تحطش في الليسته، معناتها كان جيت انا نحكم ونخليه في الليسته. ويقعد وانا نقول له مراه هذاك الملاعب نتاعي يقعد، وزيد انا نمشي معك شكون الملاعبيه اللي كنت نوبهم انا من الفريق القومي، وانا وقت اللي انا صاحب وديع الجري حتى ملاعبي. واصلا في البريود هذيك انا خدمتي تقريبا 90% كانت برا، ما كانش في تونس. ما يكونش نعول لا على الجامعه، وزيدك اكثر من ذلك وقت اللي جاء تنفيذ الاحكام اللي في الموسم اللي فات تقريبا اكثر واحد كانت عنده احكام غير منفذه ولا عبد الله. علاش قلت الكلام هذا؟ لانه في البلاتو التلفزيونيه والاذاعيه اللي يحضر فيهم انيس بن ميم كان مدافع شرس على المكتب الجامعي، على وديع الجري، على مقتنع بفكره مش بالضروره مدافع لاني عندي مصلحه. ما قلت لك انا المكتب الجامعي كان عنده 5 محامين 6 محامين فيه. على سافرت نهار انا مع الجامعه ولا مع المنتخب، دخلت نهار انا الاستاد ولا عندي باج
ولا عندي كارتة اصلا بتاع الجامعه. هذوما حاجات تافهين راهم، لكن على الاقل يقولوا يوريوا يبرزوا الولاء. مشيت نهار انا معاهم في الكار. انا نقول لك حاجه على سبيل الطرفه، حتى مريض المنتخب كنت نخدم عند صديقي وخويا هادي الشاهد، كنت نخدم الجامعه. ما استفدت بحد شيء معناها من المكتب الجامعي؟ انا مش انا باش نقول مستفاد، كان اللي عنده انا وجه من اوجه الاستفاده مهما كان يقولها لي وانا نحييه. راح نحكي على المكاتب الجامعية. القوانين الموجودة إلى حد الآن في الجامعة الحالية برئاسة الأستاذ معز الناصري، هل هي مطابقة مع واقعنا، مع أمورنا، مع أجواءنا؟ لأنه المعلومة اللي عندي تقريبا في بالنا مش نقوها 2024 اليوم الناس هذا لم تنقح القوانين داخل المكتب الجامعي. نقحت حاجات سوبرفيسيال، ما تنقحش لو فون. حتى مازلنا بعاد على لوائح الفيفا، مازلنا نخموا في الجمعيات باش ما نضرهمش سواديزون بتاع المحافظه عليهم. اليوم وقت اللي الكاف ألزمت النوادي باش تتحصل على رخصه المشاركه، وقبلها كانت رخصه الافريقيه، الجامعه ما كانش عندها دور في هذايا باش تنجم تحمي النوادي. النوادي تقريبا 80% 90% كملت الديون نتاعها. معناتها انت اليوم شنو رايك وقت اللي تلقى برشا نوادي خلصت الديون نتاعها الكل؟ اللي فما نوادي كان عندها حكم 7 ملايين ما تخلصوش. زعما اليوم مش حماية الجامعه ونخفف عليها الضغط؟ وقت اللي كانت الجامعه تحب تعطي الفلوس للنوادي اليوم مش خف عليها. اليوم الجامعه تنحات مساله الضغط عليها باش تعاون النوادي باش تخلص القضايا. اليوم ما عاد تسمعش برشا قضايا في الفيفا وتهديد بسحب النقاط والحرمان من المشاركه والحرمان من الانتدابات. لاحظ اللي المساله هذه خفت بالكدا. هذا كان نعتبر انا اكبر هديه جات للمكتب الجامعي هذا. واضح. هل انه عدم تنقيح بعض القوانين اللي قلت انت، بعض القوانين للفصول على العينين لا اكثر لا اقل، لانه خدمه للجمعيات او ضمانا لاصوات الجمعيات في يوم اخر، ما تراش انه التنقيحات هذه اضرت ببعض الهياكل الرياضيه ومنها الرابطه المحترفه لكره القدم؟ هو بطبيعتها المشكله ان الرابطه هي اللي تتحمل الوزر. علاش؟ خاطر الرابطه هي اللي تنفذ القوانين واللي تعهد. اليوم انا قلتها بار اكزومبل، اليوم مش معقول رابطه بتركيبتها المختلفه معناتها تنظر في مسائل قانونيه. بالنسبه لي خاطر القانون قانون، ما لازمش اليوم محامي مهما نقعد نقرا مع واحد طبيب نجم نعطي رايي في قراءه لوضعيه طبيه او رياضه فنيه. ما لازمش نجتمع انا مع فنيين ونعطي، خاطر انا يحكيوا لي فيقنعوني، فانا نجم نقول راهو نلعبوا اليوم 3 5 2 ولا 4 3 2 1 مهما كانت تقعد حاجه خطيتني. اليوم نجموا نحسنوا من القوانين نتاعنا بحاجات بسيطه. راهو نجموا نعملوا لجنه انضباط كما في العالم الكل مختصه بالنظر بالنزاعات الرياضيه، نبعدوا الرابطه من الحمل نتاع هذه الانتماء والمريول وهاللي ضغط النوادي على ممثليها في الرابطات. خاطر المفروض راهو عضو الرابطه كما في نائب الشعب، نائب الامه جمعاء ونائب النوادي الكل، مش نائب لجمعيته او لمصالح جمعيته او ضد مصالح الجمعيات الاخرى اللي تتعارض مع مصالح جمعيته. وهذا واقع ما نجموش نقولوا لا والله. حتى كان نقولوها بلغه خشبيه والله نحن محايدين ومحمول علينا الصدق. شكون قال لك انت قال محمول عليك الكذب؟ انت تخضع الى ضغط ما بالعاطفه او بالنوادي نتاعك او بالتحالفات، تخضع لضغط ما، وهذا مش معقول. وقت اللي اليوم تولي الهياكل التقاضي مستقله تماما، معناتها نجم نلقاو فيها واحد يجي من قفص، واحد يجي من مستير، واحد يجي من صفاقس، واحد يجي من الجم، خاطر ناخذ فيه على كفاءته ما ناخذوش فيه على انتمائه. نحن مازلنا من المحاصه، اعطيني واحد من عندك ناخذ واحد من عند الاخر، واحد من عند الاخر، وساعات مشكلة في سياسه المحاباه اللي زالت موجوده. المحاباه والمحاصه والخوف من بعض الجمعيات، والمحاصه هي اللي سبب في الوضع الكروي تاع تونس. لاحظ اليوم كي تجي اشكاليه بين جرجيس وبن قردان حتى اعلاميا ما تتمش تضخيم. علاش؟ خاطر لا ثم صفحات تخدم، لا ثم اعلام يخدم، لا ثم غطو يخدم، لا ثم ضغط حتى نتيجه مع ربح هذا او ربح هذا ما عندهمش تاثير. وقت هذا ظلم. حق من حقوق كل نادي باش يشتكي وباش ياخذ حقه وباش ياخذ حقه في الدفاع. حتى نروح انا ريت عمناول سليمان وقت اللي تنحونا 4 بوان ما تناولها حتى بلاتو اعلامي لاكثر جمعيه ضرت عمناول في الاثارات ولا في الاحتجاجات نتاع عمناول اللي 4 4 بوان يطيحوا جمعيه، طيحوها وردوها كانت 10 ورد 14. هكا تجرني باش نقول لك السؤال هذا، تعتبر الترجي الافريقي النجم الساحلي نادي الصفاقسي اقوى من الجامعه التونسيه لكره القدم؟ مش اقوى، لكن اعضائها يحبوا يفرضوا المحاصه نتاعهم. نذكر انا قبل معناتها كانت قبل اللجان التقاضي ما كانوش فيها نوادي ما بين ظفرين الافريقي وترجي وصفاقس وغيره، كان يخدم برشا نوادي اخرين. كما ثم ناس اللي هم ما عندهمش نوادي اصلا، بمعنى تاخذ فيه على كفاءته وعلى معرفته. راهو اليوم العضو اللي يتناول قضيه ما نجمش يكتشف في القانون
لحظه القضيه لازم يكون عنده معرفه به ويعرف ايش صار قبل وايش صار بعد وايش فما في الخارج وكيفاش الناس تنظر للمسائل هذه. مش اليوم حل اكره توا خذ فيه قرار توا. واضح، يعني مسؤولين جاهلين بالقانون. لا مش منطق الجهل، اما مش المعرفه بدقه، خاطر القانون الرياضي عنده سبيسيفيسيتي ماهوش كيما القوانين الاخرى. علاش ما يكونوش اساتذه القانون الرياضي هم الموجودين داخل الهيكل لازمش الجامعيه؟ هو يختار يحب يكون موجود او غير موجود. معناتها انا شخصيا لا استحقوا لي ولا طلبوا مني باش نساهم في اعمال تاع قانونيه في اللجان ولا في غيرها، كنت موجود ومتطوع معناتها ما عنديش وما عنديش حتى مزيه، بالعكس نحب القانون يكون مريقل. واصلا قلت انا كنت نتمنى انه نعملوا قوانين باش ما عادش يكون فيهم اثارات اصلا. قراءتك في سقوط انتخابات الرابطه المحترفه لكره القدم وعوده الانتخابات يوم 14 فبراير. به هنا ثم شويه فوضى. ايش معناتها الفوضى؟ النص القانوني يقول لك اللي يشارك في انتخابات الرابطه لابد انه يكون حاصل على تفويض من رئيس النادي بالونتيت نتاع الجمعيه بالكاشي نتاع الجمعيه ويكون اسمه موجود في القائمه نتاع لونجاجمون. هذا تكنيكمون وتيوريكمون به. لكن احنا النوادي تتغير 3 و 4 مرات في العام. معناتها النادي اللي بعث لونجاجمون نتاعو اللي تبعث مره واحده وما عادش يتبدل، يتبعث في جويليا وقت اللي يعمل لونجاجمون نتاعو، مش بالضروره باش تلقاه في ديسمبر موجود. لهنا لجنه الانتخابات كان عليها انه تحين هي القوائم نتاعها، انه تاخذ من الجامعه التونسيه لكره القدم شكون الناس اللي مسؤولين توا، باش كي نجيب انا السيد خالد شوشان ما تقوليش اسمه مش موجود في لونجاجمون. خالد شوشان اليوم ولا هو في هيئه تسييريه. شكون مسؤول على سقوط الانتخابات نتاع الرابطه المحترفه لكره القدم؟ الفوضى الموجوده في القوانين التونسيه تو سامبلومون. شكون مساهم في الفوضى؟ لا مساهم في فوضى للناس اللي تخدم مشرف على القوانين. معناتها ماني قلت لك اليوم مثلا انت تحط قانون لكن ما تطبقوش مع الواقع. المفروض يا اما عندك سيستم، نرجعوا نحن ديما السيستم. راهو اليوم مش معقول نبداو من سنه وراق وجبه فيشه باش نشوف فيها شكون المسؤولين اللي موجودين في الجمعيه وشكون موجودين في اللونجاجمون. من المفروض ان عندك سيستم اكسيسيبل للناس الكل. وقت اللي انا نقدم ورقه راهو انا خالد شوشان مفوض في نيابه عن جمعيه اكس ايجريك، انت عندك في السيستم خالد شوشان موجود في المسؤوليه ولا مش موجود، تبعث في التحيين ولا ما، خاطر انت ترجع للقائمه اللي موجوده في جويليا اوت ما عادش موجودين، هم مش نفس الهيئه المديره الموجوده. هي الناس اللي خدمت وقتها ليبوك حطت اونجاجمون لانه لازم الاونجاجمون مربوط بالديدلاين، لازم تصبوا في الوقت معين. من بعد خلى الجمعيه وخرج. اليوم نادي البنزرتي نعطيك اكزامبل بسيط برشا، كان سمير يعقوب هو رئيس وعنده هيئه مديره هيئه تسييريه، خرج جات هيئه تسييريه اولى، جات هيئه تسييريه ثانيه، جا رجع هو توا ما تعتبره هو مش موجود وما عنده الصيف هو باش يصوت خاطر اسمه مش موجود في الانجاجمون. ها مثال بسيط في جمعيه 4 هيئات تسييريه في 6 شهور. ثم جمعيه ترجي عندها 15 سنه تسييريه. معناتها هذا لو سيستيم هو اللي غلط. مازلنا نحكيو على اليوم تكشيو بالجمعيه وبالتي الناس تخدم بالكيو ار كود، تخدم موجود. انت المفروض انه هو عنده كيما قال اخي الطابلات ينجم يفوتي منها، ما يستحقش باش يجي من بنقردان ولا من تطاوين ولا من مدنين باش يصوت ويعاود يروح وبيته في اوتيل واخسر عليه مصاريف زايده ما تماش عليش. في اعاده الانتخابات يوم 14 فبراير باش تنحى الفوضى يا اخي؟ هو اصلا الاعاده بدا فوضى، خاطر لجنه الاستئناف الانتخابي تقول اعاده الانتخابات، ما تعاود انتخابي، عاود مسار انتخابي الكل، ووضح حتى في النص الثاني. بعد لجنه الانتخابات تقول لا نعاودوا كان التصويت، تمشي يطعنوا في القرار هذاك. لجنه الانتخابات اللي قالت تعاود الانتخابات الكل قالت لا تعاود كان بالتصويت. هذه شنو تسميه انت؟ شو تسميه؟ انت باش تسميه؟ انا ما نسميه كان فوضى. هذه فوضى العبث القانوني يسميه. كانك شرعت توا من توا اي مكتب رابطه ساعد. لا هو تو باش اذا كان باش لا مش مبدا النزاهه، لا يعني انا نحكي دوا انا على لو بروسيسوس، مانيش نحكي على اشخاص. خاطر اليوم القوائم الثلاثه باش يعاودوا يتحطوا باش يصوتوا، بس ماناش قائمه انسحبت. فما ضغط يمين ويسار، ولكن في الاخر 14 فبراير يظهر لي معناتها 3 قوائم موجودين باش كل واحد باش يخدم الخزان الانتخابي نتاعو. دونك نحن نحكيو لهنا معناتها سمع ما نقولوش تعند انت. اذا كان باش تعاود نفس القوائم مالاش تعند. وكان المبدا ما نشاركش. يعني ضد انت انه يتعاودوا نفس القوائم نفس الاسماء؟ انا كان قائمه طعنت وتعاود تشارك عندي انا غلط. انا دخلنا في سكيزوفريني. علاش نعاود نطعن باش نعاود نفس التصويت بعد. يميش فيه شكون يربح شكون يخسر، مش هذا المهم. هذا المفروض انا ما صارتش كيف انا نحب، ما نصوتش وما نشاركش وما ما ادخلش انتخابات. علاش صارت منها؟ ما نعرفش، على خاطر احنا ديما عايشين في العبث القانوني. فوضى قانونيه. عبث مش فوضى. هكا باش تصلح الكره؟ لا ما تتصلحش هكا، باش تتصلح لازم تنحى العبث وتتنحى الفوضى. لازم تولي الامور
مقنن. وديما قلت لك انا بالنسبه لي أنا اليوم في عهد الرقمنه والناس اللي عندنا اللي جيني اللي عندنا مش قادرين نعملوا سيستم تاع انتخابات باش نجموا النوادي ما تسحقش باش بور ان ديبلاسمون، باش جوست يحط ورقه في صندوق ويبات في الوتير ونرجع نفس الحكايه والمصاريف الزايده زعما كانوا اليوم الكره التونسيه محتاجه المصاريف تاع الانتخابات نتاع قداش من الرابطه وقداش من غيرها ونوفروا مش الفلوس هذوما كان نشري بهم السيستم هذايا اللي نعملوا به معناتها ديجيتاليزاسيون نتاع المسائل كلها القانونيه والانتخابيه. تصلح حالنا. تو تصلح تو ما عادش عندنا حتى مشكل، تو ما عادش تسمع عرك وكل. في كلمه رسالتك للمكتب الجامعي هذا؟ رسالتي للمكتب الجامعي هذا ما نعاودوش نفس الغلط اللي قاعدين نسيروا فيها. اليوم المكتب الجامعي المفروض انه عنده مداخيل ماليه كبيره داخله وانه هو يخدم تحت ما يخدمش تحت ضغط. معناتها المفروض انه هو اليوم عنده 4 سنين يخدم عدى منهم عام تو مازالوا 3 سنين اخرين، نتائج بلوز او موان مرضيه رياضيا دونك ما دخلناش في الكاتاستروف. عنده مشاركه في كاس العالم نتمناو انها تكون ايجابيه باش تضر اموال كبيره. ما نقعدوش الاموال هذه جوست نعطيوها للنوادي باش يجيبوا بها لاعبيه باش يشكوا بهم قضايا النزاعات ونعاودوا نخسروا فلوس الكل. نخصوا مبلغ مالي مهم وانا عرضت عليهم قلت لهم راهو المغرب عامله ان سيستيم بالنسبه لنا كاسي بارفي. خويا لكن ما نجمناش نحن نعملوا السيستم نتاعنا على الاقل ناخذوا السيستم تاعهم. الكاف عندها لو ميم سيستم نجم ناخذوا الكاف ناخذوا حاجه تشبه له نجيبوا لي زانجينيور اللي عندنا في الانفورماتيك وفي غيره يعملوا لنا حاجه تشبه له. تو هما يوليو يخدموا رايدين واجتماعاتهم تولي المكاتب الجماعيه ما فيهاش عرك وما فيهاش ضغط وما فيهاش نوادي تطلب التليفون وناس تطلب في التحالفات وغيرها. تولي يخدم يخمم في صالح كره تونسيه باش يقدم بالكره القدم التونسيه مش يخمم باش ينقص كل مره مشكله. ما يخدمش دور لو بومبي كل مره يسكر مشكله خاطر كي تسكر مشكله باش يحل مشكله انا اخر. حكيتي برشا على الفلوس الكاس تاع البقلاوه تبارك الله معبيها. خليل العياري نجم النجوم التونسيه. هو يقولوا انه محمد صلاح جديد بالنسبه للبي اس جي. هذوما جماعه بي اس جي يحكيوا عليه. بالنسبه لي انا هذا فلته من فلتات الكره اللي ممكن تكون فلته تونسيه. راهو شوف اليوم الحاجه الباهيه الحقيقه سي فري نفرح لجمعيتي انه عندها مداخيل ماليه كبيره. نفرح لانه راهنت على الابناء الملعب التونسي. هذا راهو طلع من البارك اللي فيه ربع تيران يترينوا فيه ليجون. فما بالك لو كان البارك هذاك يتزاد له تيران واحد اخر ويتحط له الضوء وتتحسن الامكانيات. تو عندنا برشا من خليلات العياري وانا نبشرك ونبشر الجماهير التونسيه وجميع الملاعب التونسيه بالطبيعه البعيده شوي خاطر القريبه تعرف عندنا برشا منه ويمكن حنا برشا احسن حتى منه مازالوا طالعين من ليجون. وهذا شيء تشكر عليه الناس اللي قاعد تخدم في الكاتيجوري. عندنا خزان كبير في منطقه باردو والمناطق اللي حواليها باش نجيبوا الملاعبيه اللي مازالت تلعب بالفطره ما عادش الملاعبيه الميكانيك نتاع الاكاديميات. واضح انيس يعطيك الف صحه نورتنا في بلاي اون. شكرا على الاستضافه ونتمناو انه قدمنا برنامج يشد الناس وينفع الناس ويرضي الناس حتى لو بشويه مش برشا. شكرا انيس. شكرا.